يلا نشوف كده نصيحة وتوقع على السريع لبرج الثور في 2025. فالنصيحة اللي جاية لك هنا بتحذرك من خداع. المسج بتقول لك احذر من شراكات، احذر من صفقات انت بتعملها، احذر من انت تمضي على اوراق، احذر من ان حد يستغلك ماديا. برج الثور هنا في سنة 2025 محتاج تحذر جدا جدا من الخداع، وان انت تمضي على حاجة او اوراق او شراكات او نصب. النواحي القانونية دي انت محتاج تحذر منها جدا يا برج الثور. بالنسبة هنا لتوقعاتك في 2025، انا شايفة ان برج الثور هنا بيعمل تغيرات مهمة جدا، وخصوصا بداية من شهر 8 والى اخر 2025. كتير منكم عندكم سفر او عندكم بدايات جديدة او عندكم ليفل اعلى في شغل او بتنتقلوا من مجال لمجال، بتغير هنا الكارير بتاعك. شايفة هنا ان في كتير منكم الناس اللي عايزة تسافر هتسافر، الناس اللي شغلك في تنقلات كتير وشغلك في حاجات قانونية، حاجات حكومية، محامين مثلا. شايفة ان انت عندك نجاح جيد جدا في شغل. شايفة هنا عند برج الثور السنة دي انتصار على اعداء، وفي ناس منكم بتنتصروا في قضايا في محاكم، او بيجي لكم يعني في حاجات هنا قانونيه انت بتنجح فيها يا برج الثور. شايفه كمان في اخبار هتجيلك انت كنت مستنيها، او ورقه او هتمضي ورقه. في حاجات كتير ليها علاقه بالاوراق او بالوثائق الرسميه بتحصل هنا معانا، يعني بتمضي عقد جديد، بتمضي حاجه. فده اللي انا شايفاه عند برج الثور، واللي انا متاكده منه هنا ان برج الثور عنده بدايات جديده جدا في 2025.